مسجد ينفق عليه من الصدقات التي تجمع في الصناديق التي داخل المسجد، وهذه الصدقات لا تكفي للوفاء بحاجيات المسجد الشهرية، فمن يجب عليه أن يقوم بحاجيات المسجد؟ وهل يأثم المصلون عند عدم مساعدتهم في ذلك؟ عمارة المسجد من المصالح العامة، وهي واجبة على ولي أمر المسلمين من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد ذلك فالعمارة على نوعين: عمارة لا بد منها ليصلى في المسجد، وهنا يجب على القادرين أن يعمروا المسجد. والنوع الثاني عمارة زائدة، كهرباء، تكييف أو نحو ذلك، فهنا يستحب للقادرين أن يعمروا المسجد. نعم.